ذا بير 2022. بتبدأ الأحداث مع كارمي، وكان بيحلم إنه ماشي على كوبري وبيلاقي قفص في نص وكان محبوس فيه دب بني ضخم جدا. ساعتها كارمي بيقرب منه بهدوء وبيفتح القفص وبيحرر الدب، وهو بيحاول إنه يهديه، بس فجأة الدب بيهجم عليه مرة واحدة ويقتله. في اللحظة دي بيفوق كارمي وبيطلع إن ده كابوس، فبيصحى على صوت جرس الباب وبيفتح بيلاقي مندوب شحن وجايب له اللحم اللي هو طالبه، وبيتفاجئ إن الكمية اللي وصلت 11 كيلو بس، مع إنه طالب 90 كيلو. ولما بيسأل المندوب ليه، بيقول له على قد الفلوس اللي انت دفعتها، وبيسيبه وبيمشي. ساعتها كارمي بيقف متسمر مكانه وبيفكر هيعمل ايه. كارمي كان شيف مشهور جدا ويعتبر احسن واشطر شيف في البلد كلها، وكان بيشتغل في اشهر المطاعم، بس الغريب انه ساب الشهرة والحوارات دي وبقى بيدير مطعم بيربي في الصغير. طيب تفتكروا ايه السر ورا ده؟ ساعتها بيروح يعمل كم مكالمة كده، وبنكشف انه عنده مشاكل كبيرة في المطعم، فواتير متأخرة والتزامات لازم يوفرها وحاجات كتير، ده غير طبعا مرتبات العاملين معاه في المطعم. وبنكتشف ان المطعم كان بتاع اخوه مايكل اصلا، اللي مات من 4 شهور، ومن وقت ما مات اخوه هو ساب حياته وجه يدير المطعم بداله علشان ده اللي باقي له منه. المهم ان مايكل قبل ما يموت كان مستلف فلوس كتير من ناس كتير، وده السبب ورا الازمه اللي بيمر بيها المطعم. وعشان كارمي يحل المشكله اللي وقع فيها ويعرف يوفر كميه اللحوم اللي كان محتاجها، بيجمع كل العملات اللي كانت في لعبه الفيديو، وكمان بيجهز تيشيرت وشويه حاجات اصليه من سنه 1944 وجاكيت من سنه 1955، وبيروح يقابل تاجر لحوم علشان يبادلهم معاه وياخد اللحمه اللي كان محتاجها. كل ده علشان يجهز منيو المطعم، لان بكره في بطوله بول بريكر لالعاب الفيديو وهيكون فيه زباين كتير. وعلى طول بيرجع المطعم وبيجهز لكل شيء، وبيقطع اللحمه وبيتبلها وبيسيبها في الفرن تستوي طول الليل. وبعدها بيتصل باخت شوجر يطلب منها تجيب له الجاكيت اللي كان سايبه له مايكل. ساعتها بتوصل سيدني شيف مساعد جايه علشان تشتغل مع كارمي، ولما كارمي بيشوف السي في بتاعتها بيتفاجئ من المطاعم اللي اشتغلت فيها، مطاعم مشهوره جدا. فبيستغرب كارمي ايه اللي خلاها تيجي عاوزه تشتغل معاه. فسيدني بتقوله ان المطعم هنا كان المكان المفضل ليها هي وابوها من وهي طفله، وكانت بتيجي معاه كل اسبوع. وكارمي بيوظفها على طول لما بتقوله كده، بس هي بتساله هو بيعمل ايه هنا وهو يعتبر اشهر وامهر شيف في البلد. فبيقول لها انه بيعمل سندوتشات وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم كان اليوم الكبير، والكل بيقوم بمهمه مختلفه، وكلهم كانوا بيتحركوا وبينفذوا شغلهم بسرعه رهيبه، والجو كان متوتر الى حد ما. ساعتها ريتشي بيوصل. ريتشي بقى ابن عم كارمي وصديق مايكل الصدوق. من اول ما بيوصل ريتشي وهو كان بيتخانق مع كل اللي بيشوفه، ومش عاجبه وجود كارمي في المطعم اصلا، ولا انه يشتغل وبيدير المكان. حتى لما بيعرف ان سيدني جديده وكارمي هو اللي وظفها بيتخانق معاه، وريتشي بيتخانق معاه علشان الازمه اللي فيها المطعم، وهو اصلا عنده مشاكل مكفيه وزياده، وبيمر باجراءات طلاق وحياته بايظه. ومع كده كان هو اللي بيحاول يلملم ورا مايكل، وبيأكد عليه انه ما ينفعش يغير النظام اللي الشيفات والعمال هنا ماشيين عليه بقالهم سنين، وكمان يطلب مكونات اكل جديده، لا وكمان يوظف ناس بمزاجه. ساعتها كارمي بيستفزه وبيقول له لما هو انت اللي كنت بتدير المطعم بقالك سنين، ليه مايكل ما سابلكش المطعم باللي فيه؟ وبيسيبه وبيمشي. وريتشي كان هينفجر من الغيظ، فبيروح وراه وهو بيحضر الاكل وبيقول له ان من وقت ما دخل المطعم وهم بقوا بيعانوا من مشاكل ماديه. كارمي ما كانش لاقي السكينه بتاعته وعمال يدور عليها، وبيكمل شغله وهو مش مهتم بكلام ريتشي. والكل بيتفاجئوا بكارمي بيغير منيو المطعم وبيلغي الاسباجيتي، مع انه اكتر طبق بيتباع ومطلوب في المكان من ضمن كل الاكلات. وريتشي كان بيزعق وبيتخانق، وكارمي مركز في تقطيع الخضار بسرعه جدا. وبتحصل مشكله تانية لما ريتشي بيتفاجئ ان اللحمه اللي هيجهزوها سندوتشات لسه سخنه. بيقول له ان علشان اخدت ساعتين اكتر على ما استوت، وده بسبب ان اللحم اللي عرف يوفرها كان فيها عظم واحتاجت وقت تسويه اكتر بساعتين من الميعاد المفروض. هم اصلا بقالهم اكتر من 25 سنه ما عملوش الوصفه دي في المطعم. كل ده وسيدني واقفه تسمع وتتفرج ومستغربه من كميه التوتر اللي في المكان، واللي بالتاكيد بتاثر على الشغل. بعدها بشويه كان فلاك عامل التصليحات جاي علشان يصلح مكنه العاب الفيديو قبل ما الزباين يوصلوا. ولما فلاك بيعتذر له انه ما حضرش جنازه مايكل، كارمي بيقول له مش مهم لانه هو ما كانش موجود اصلا ولا يعرف من راح ومن ما راحش. ساعتها فلاك بيستغرب ازاي ما كانش موجود في جنازه اخوه الكبير مع انه بيحبه جدا. وبعدها بشويه كانت شوجر وصلت ومش بتدخل المطعم اصلا، وكارمي بيدخل يقابلها بره، ودي كانت اول مره يتقابلوا من شهور، لان من وقت موت اخوه هو اعتزل على نفسه ولا بيتكلم مع امه ولا بيروح البيت ولا بيشوف حد. شوجر بتديله الجاكيت اللي كان محتاجه وبتنصحه بانه يبيع المطعم لجيف، بس هو كان رافض. فبتقترح عليه انه يروح لدكتور نفسي علشان يساعده، بس كارمي مش بيهتم بكلامها وبيدخل تاني يكمل شغله. ولما بيبدا انه يجهز السندوتشات بيلاقي الخبز اللي عملوه كان ناشف ومتكسر، فبينصح زميله انه يحط ميه على الرف الاخير في الفرن علشان الخبز يطلع طري. ولما الكل بيدوق السندوتشات اللي كارمي عملها كانوا مبهورين من طعمها اللذيذ. ولما بيخرجوا يفتحوا المطعم بقى للزباين كان فيه ناس كتير مستنيين قدام المطعم، وفلاك كان جوه بيصور
بيصلح الكيتشن ماشين. ولما كارمي بيلاقي ان بيحصل بره فوضى بيخرج علشان يهدي الناس بس بيضربوه، وساعتها ريتشي بيخرج يضرب رصاصة في الهواء، فالكل بيسكتوا وبيقفوا انتباه، والخناقة بتكمل بين كارمي وريتشي جوه المطعم تاني، وكارمي مش بيعرف يرد عليه اصلا. وساعتها كان زميله واقف وسامع كل كلام ريتشي واهانته لكارمي، فبعدها بيقول لكارمي هو ليه مش بياخد موقف. وبعد ما كان بيحضر السباجيتي زي ما كان ريتشي امره بيروح رامي علبة الصلصة في الزبالة. وبنرجع فلاش باك من سنتين، كان كارمي شغال في مطعم نيويورك، وواحدة من الشيفات المساعدين كانت مش عارفة تظبط الصوص، وساعتها الشيف الكبير بيهين كارمي وبيقول له انه فاشل ومش موهوب وبيوظف حواليه ناس مش محترفة وانه المفروض يكون ميت. كارمي كان في الوقت الحاضر بيشتغل بسرعة جدا، وكل ما يحضر طبق ينادي على زمايله انهم يوصلوهم، وكان بيتحايل عليهم لانه ما كانش حد منهم معبره وكل واحد مع شغله، والمطعم كان فوضى وحالته حالة. بس لما اليوم بيعدي كلهم بيجتمعوا وبينظفوا وبيرجعوا نضيفوا وبيلمع تاني، بس كارمي هو اللي بيسهر طول الليل لوحده في المطبخ ينظف فيه اكتر. ولما بيرجع بيته اخر الليل بيسهر يتفرج على برنامج طبخ وبينام، بس بيفوق بعدها يلاقي نفسه بيطبخ اكل مجمد وبيحرقه كله، يعني كده بيمشي وهو نايم. فبيجري يطفي النار وبيحاول يستوعب الحالة اللي هو فيها. وتاني يوم سيدني بتقترح عليه خطة جديدة لإدارة المطعم علشان يقللوا النفقات اللي ملهاش لازمة ويحسنوا المطعم لغاية ما ياخدوا ال5 نجوم. وقبل ما كارمي بيلحق يرد عليه بيسمع صوت ريتشي بيزعق، بيكتشف ان في واحدة اسمها نانسي من هيئة شيكاغو للصحة جاية تفتش المطعم علشان لو في مخالفات. في الاول كانوا رافضين انها تدخل او تفتش لانهم متعودين ان اللي بيجي واحد اسمه رون، بس لما بيكتشفوا انها مش هتمشي غير لما تقوم بمهمتها ريتشي بيسيبها تدخل تفتش المطعم براحتها. في الوقت اللي كانت جيف بتتكلم مع زميلها على سيدني ومتضايقة منها علشان لسه متعينة امبارح وعاملة فيها اذكى منهم وتشارك في إدارة المطعم. ونانسي بتكتشف حفرة في الحيطة جنب خط الغاز واللي تعتبر خطر جدا وممكن الحرارة في المطبخ او اي حاجة تتسبب في انفجار الانبوب، ده غير علبة السجاير اللي بتلاقيها على البوتاجاز، ودي مشكلة تانية من حيث الخطر والتلوث. ساعتها بتقوم خناقة بين كارمي وريتشي لان كارمي بيتهم ريتشي انه السبب وانه هو اللي نسي السجاير على البوتاجاز. النتيجة بقى كانت ان نانسي بتقيم المطعم بالعلامة سي. ساعتها ريتشي بيتحايل عليها انها تستنى 10 دقايق بس، ده هيروح يجيب المعجون ويصلح الحيطة وتعيد التقييم، بس هي بترفض وبتقول لهم انها هتيجي بعد شهر. وبعد ما بتمشي بتقوم الخناقة تاني بالاتنين ومحدش كان عارف يبعدهم عن بعض لغاية ما كارمي بيخلي ريتشي يروح يشتري المعجون، وبما ان رخصته مسحوبة سيدني هي اللي بتوصله بالعربية. ولما بيوصلوا محل الهاردوير سيدني كانت هتطلب المساعدة من واحد من الموظفين علشان يجيب لهم المعجون المناسب، بس ريتشي بيرفض من شدة عصبيته وكان مقتنع انه هيعرف يساعد نفسه. ساعتها سيدني بتسأله على مايكل وبتعرف انه قتل نفسه من 4 شهور، فبتفهم بقى سبب التوتر بين كارمي وريتشي والحالة النفسية السيئة اللي هما الاتنين فيها. في الوقت ده جيمي بيجي يقابل كارمي وبيطلب منه انه يوافق يبيع له المطعم، بس كارمي بيرفض. وساعتها جيمي بيقول له على انه مايكل كان مستلف منه فلوس كتير وبما انه مات اصبح الدين على كارمي لازم يسدهم. المبلغ ما كانش قليل، دول كانوا 300,000 دولار، ده غير كمان ان سيدني بتعرف العبء والمشاكل اللي ريتشي بيعاني منها بسبب طلاقه وبعده عن بنته، واللي كانت بتتصل بكل شويه تبكي وتشتكي له من زمايلها اللي بيتنمروا عليها طول الوقت. ولما ريتشي بيرجع المطعم وبيصلح الحيطه بيكتشف جواب واقع ورا الدولاب اللي كاتبه مايكل وكاتب عليه اسم كارمي. ساعتها بياخد الجواب وبيحطه على مكتب كارمي من غير ما يفتحه، بس بيرجع في كلامه تاني وبياخده يرجعه مكان ما لقاه. وتاني يوم كارمي لما بيفكر شويه وبيدور على سجاير في جيبه بيفتكر ان العلبه اللي نانسي لقيتها امبارح تبقى بتاعته وهو اللي نساها وقت ما كان بينظف. وكارمي وقتها بيصدق انه فعلا تعبان ومحتاج المساعده زي ما شوجر نصحته، فبيروح مجموعه للعلاج النفسي واللي كانوا بيعانوا من الادمان ونجحوا في انهم يتخلصوا منه ويغيروا حياتهم. بعدها بيرجع على المطعم وبيكمل شغله، بس بتقوم خناقه بينه وبين ريتشي كالعاده. مش بس هما ده، كمان الفريق كله بيتخانق قدام الزباين والجو كان كله متوتر لدرجه ان الزباين بيخافوا. وبالليل كارمي مش بيجيله نوم فبيروح على المطعم من الفجر وبيساعد في تحضير الاكل، وساعتها بيتفاجئ بماركوس معلق صور الاطباق اللي كارمي كان ناشرها في كتابه وبيطلب منه انه يعلمه بعض اطباق الحلويات منها. بعدها كارمي بيتفق مع سيدني انها هي اللي هتدير المطعم وتبقى الشيف المساعد، يعني هتدي الاوامر لباقي الفريق مع انها اصغرهم. واول خطوه بيعملها انه بيقسمهم وبيحدد لكل واحد مهامه. ماركوس مسؤول عن المخبوزات وتينا بتكون مسؤوله عن الاطباق البارده واللي بيكون مسؤول عن اللحوم وهكذا. وبما ان كل واحد له اختصاصه فبيبقى واجب عليه انه يلتزم بمنطقته ويحافظ على ترتيبها ونظافتها. كارمي لما بيرد على التليفون اللي عمال يرن من الصبح بيلاقي واحد اسمه نيكو بيسأل على مايكل وما كانش عارف انه مات من 4 شهور. ساعتها كارمي بتجيله نوبة خوف وحزن وبيجري على الاجتماع النفسي ومش بيدور على شغل المطعم والمسؤوليات اللي وراه. وسيدني من توترها بتجرح نفسها من غير قصد، وتينا بتستغل النقطة دي وكانت عاوزة تنتقم من سيدني وخلاص علشان كانت متضايقة من انها هي الاصغر منهم وبتترقصهم، فبتعلي النار على الاكل علشان يتحرق بما انه كان مسؤولية سيدني. بس من حسن حظها ان كارمي بيوصل في الوقت ده وبيلحقه في اخر وقت قبل ما يتحرق. ووقتها كارمي
بيخليها تقطع البصل مع إنها كانت مكلفة تينا بتقطيع البصل، وسيدني من شدة توترها وشدة أعصابها بتدخل المبرد علشان تجيب باقي الأكل، وكان الأكل وقتها على أعلى رف. ولما ماركوس بيحاول إنه يساعدها بتتخانق معاه وبترفض مساعدته، فالأكل بيقع على الأرض وهو اللي بيجي يهديها ويطمنها إن ما حصلش حاجة. وبعدها بتخرج في استراحة الغداء، وكارمي بيروح يتكلم معاها وبيتفقوا إنهم يتعاونوا بشكل أحسن طالما إن هدفهم واحد وهو تحسين جودة أداء المطعم. وبنشوف في مطعم دوناتس الشيف بيعملها ازاي من اول ما حضر العجينه لحد ما قلاها، وكمان ازاي زينها بالشوكولاته والايس كريم وغيرها. وماركوس كان واقف قدام المكان بيتفرج على الدوناتس وحلاوتها ومحتار يختار ايه منها. وفي المطعم كان كارمي وريتشي بيجهزوا شويه اغراض وبينقلوهم في العربيه علشان رايحين حفله عيد ميلاد ابن جيمي. نسيت اقول لكم بقى ان جيمي ده يبقى عم كارمي اصلا. المهم ان ريتشي كان محضر ديكور عباره عن ساندوتش نقانق عملاق وبيحاول يلبسه التيشيرت اللي عليه لوجو المطعم. ساعتها كارمي بيتريق عليه لغايه ما الاتنين بيمسكوا في خناق بعض. وماركوس كان وصل وجرب يعمل تورته من وصفات كارمي وبيخلي سيدني تدوقها علشان تقول له رايها، وبيفرح جدا لما بيلاقيها عجبتها. بس لسه الجو كان متوتر بين سيدني وتينا واللي ما كانتش متقبله كونها هي اللي بتدير المطعم. ولما سيدني بتقول لها على وصفه جديده تينا بتتخانق معاها وبتقول لها انها هتلتزم بالوصفات اللي اتعودت عليها. في الوقت اللي كان كارمي وريتشي وصلوا بيت جيمي، ومن اول ما بيوصلوا قبل ما يدخلوا حتى وريتشي وجيمي كانت هتقوم بينهم خناقه، اصلهم مش بيحبوا بعض بسبب مشاكل قديمه بينهم. ولما بيدخلوا وبيبداوا التجهيز للحفله ريتشي كان معاه علبة دواء مهدئ فبياخد منها وبيسيبها على الترابيزة اللي بيحضروا عليها الأكل. وساعتها كارمي كان دخل البيت يدور على كاتشب، والظاهر كده إن المهدئ هيقع في الأكل ويتسبب في مشكلة كبيرة بسبب إهمال ريتشي. وفي المطعم كان ماركوس بيذاكر وبيحضر علشان يجرب يعمل الدوناتس بنفسه بما إنها كانت المفضلة عنده وهو صغير، وسيدني كانت بتشجعه طول الوقت على إنه يجرب علشان يتقن الحاجة اللي بيحبها. ولما بنرجع للحفلة كان عدد كبير من أهالي أصحاب ابن جيمي موجودين وبيتعرفوا على كارمي وبيتريقوا عليه علشان شيف وكمان شغال في مطعم اي كلام، بس هو مش بيسمع كلامهم ولا بيهتم بيه ولا بيرد اصلا. ساعتها بيت زوج شوجر كان موجود وبيزعق لهم وبيدافع عنه وبيقول انه اشهر واشطر شيف في البلد وكان شغال في مطاعم ما يحلموش يدخلوها حتى. في الحفله بقى كان كل الاطفال ناموا على الارض وبنكتشف ان السبب هو العصير لان المهدئ بتاع ريتشي وقع في العصير. ولما كارمي بيقول لجيمي على اللي حصل جيمي مش بيتضايق ولا بيعاقب كارمي ولا حاجه، بل بالعكس كان مبسوط ان الكل ناموا علشان يستمتع بشويه هدوء. في الوقت اللي كانت تينا بتحضر وصفه البطاطس المهروسه بس بتنسى اللبن على النار وكان هيفور، بس هي محتاجه في الوصفه انه يكون دافي مش سخن للدرجه دي، فبتشيله على جنب وكانت اعصابها مشدوده جدا لانها مش من عادتها انها تغلط في وصفاتها. وعلى ما بتروح تكمل الوصفه بتلاقي سيدنا حاطط شويه لبن تانيين على النار وفيهم روزماري وشويه اعشاب. طبعا هي ما كانش عندها حق تغلط سيدنا او تهاجمها تاني لانها بتساعدها تخلص شغلها. واللي بتستغرب له تينا انها لما بتكمل الوصفه بالطريقه اللي قالت عليها سيدني كان طعمها احلى بكتير من الوصفه التقليديه. والتاني يوم على ما بيجوا يبداوا شغل في المطعم كارمي بيسمع صوت عالي والصوت كان جاي من الحمام وفجأة ماسورة المية بتضرب والمطعم كله بيغرق مية. مين بقى اللي هيصلحه غير فلاك؟ كل اللي عاملين في المطعم بينضفوه بسرعة من المية اللي غرقته قبل ما يفتحوا المطعم والزباين يوصلوا. بعدها كارمي بيعمل لهم وصفة جديدة لصوص زبدة وتينا لما بتدوقه بتنبهر من طعمته. وماركوس كان بيجرب وصفة حلويات جديدة وكان عاوز يلحق يخلصها قبل ميعاد تقديم الأكل علشان ما يعطلش الشغل. أما تينا فبتاخد توجيهات من كارمي ازاي تحمر البصل في الفرن وياخد لون حلو من غير ما يتحرق. وفلاك لما بيجي يصلح ماسورة المية بيطلب من ريتشي انه يوظفوا معاهم في المطعم، ولما ريتشي بيتريق عليه بيتخانقوا ويضربوا بعض. ولما كارمي بيرش عليهم مية علشان يبعدوا عن بعض وريتشي كان لسه بيتخانق معاه. في الوقت ده كانت الساعة بقت 10 إلا تلت وماركوس ما كانش لسه خلص الوصفة بتاعته، وعشان يلحق بيحط المكونات كلها في العجان اللي هو المفروض بايظ اصلا ومش بيستحمل شغل كتير. ولما بيشغل العجان على سرعة عالية الموتور بيبدأ يدخن. في الوقت اللي كان كارمي بيتخانق مع ريتشي بره بسبب اسلوبه وطريقته معاهم فجأة العجان جوه في المطبخ بيعطل وبيعمل مس كهربائي بيحرق الضفيرة الكهربية للمطعم كله وكل حاجة بتفصل كهرباء. ولما بيحاولوا انهم يرجعوا التيار تاني مش بيعرفوا وساعتها كان لازم يتصرفوا. وكارمي بيتصل ببيت وبيطلب منه خدمة وبينقلوا كل المجمدات اللي كانت في التلاجة لفريزر في بيت اخته. ووقتها بتقوم خناقة بين كارمي وشوجر علشان مش بيتواصل معاها وبيهرب منها مع انها بتمر بنفس ظروفه ونفسيتها المتدمرة من وقت موت اخوها. وساعتها كانت سيدني بتحاول انها تبدأ تقديم الاكل بس بيتفاجئوا ان الغاز كمان مقطوع، فبتجيلها فكرة وبتعمل موقد في الشارع قدام المطعم وبتسخن عليه الاكل وبيقدموه في الشارع. بس ماركوس كان حاسس بالذنب لانه هو اللي تسبب في الازمة دي. بيروح يتكلم معاه وبيقول له ان الحوادث بتحصل يعني مش لازم انه يلوم نفسه بالشكل ده. واليوم بيعدي بس لما كارمي بيعرف انهم محتاجين $5000 علشان يصلحوا التلفيات اللي حصلت كارمي بيتصدم وبيطلب من ريتش انه يتصرف بطريقته في المبلغ. وفعلا الموضوع بيتحل. وسيدني لما بترجع بيتها وبتنام بتحلم بوصفة جديدة لضلوع البقر فبتقوم بسرعة تكتبها في نوتة شايلها
لها جنبها على طول. وكارم بيرجع فلاش باك وبيفتكر أيامه مع مايكل أخوه من كام سنة، كانت علاقتهم حلوة جدا وطول الوقت كانوا هما الأربعة مع بعض وكانوا أعز أصحاب، مايكل وكارمي وريتشي وشوجر. وكان مايكل على طول بيعمل لهم الوصفة العائلية بتاعت الاسباجيتي واللي لسه لغاية دلوقتي كارمي مش عارف ينفذها وبيفشل فيها. ودلوقتي في المطعم كان يوم شغل جديد، وسيدني بتعرض وصفتها الجديدة اللي حلمت بيها ليلة امبارح، الروزيتو مع الأضلاع على كارمي علشان ينفذوها وتبقى طبق رئيسي في المنيو. بس لما بتقول له بيرفض وبيقول لها انهم مش مستعدين يجهزوا وجبات سريعة لسه. وسيدني كانت مقتنعة بان الفكرة دي هتفيدهم في المطعم جدا، وكارمي كان موافقها بس كان شايف انهم لسه مش مستعدين ولسه بدري على الخطوة دي. شوية وشوجر بتيجي تقابل كارمي وبتتخانق معاه بسبب الضرايب، لانها على الورق كانت شريكة مايكل، ولما بيتأخر على دفع الضرايب السنين اللي فاتت بتتفاجئ بانذار جاي لها يا يدفع الضرايب المتأخرة يا الحجز على بيتها. ساعتها كارمي بيهديها شوية وبيدخلوا المكتب يدوروا في كل الأوراق على ملف الرواتب والحسابات من سنة 2016 ومش بيعرفوا يلاقوه بالسهولة دي. في الوقت اللي كان ريتشي واقف بيتكلم مع سيدنا على المنطقة اللي بتتغير والمحلات اللي حواليهم اللي بتقفل فجأة وتغير، وبالشكل ده الحي كله هيتغير. وفجأة حد بيضرب نار على المطعم وبيهرب، وريتشي بيخرج يدور ويحقق في مين اللي عمل كده وضرب عليهم نار، وسيدني بتشيل الأزرار اللي اتكسرت ويعلقوا ستارة. وبعد شوية بيفتحوا المطعم للزباين. وقتها سيدني كانت طبخت الوصفة اللي شافتها في حلمها اللي هي الروزيتو ولحم الأضلاع، ولما بتخلي كارمي يدوقها ويقول لها رأيه وبتلاقيها عجباه بتسأله امتى هيخلوها طبق رئيسي في المنيو. ساعتها كارمي بيقول لها انه لسه شوية لما يبقى الطبق بيرفكت ويتطوروا احسن من كده. سيدني بتحس بالإحباط وقتها وما كانتش متفهمة رد كارمي، وبتروح واخدة الأكلة الجديدة اللي عملتها وبتقدمها لواحدة من الزباين على انها طبق إضافي من المطعم. في الوقت اللي كان كارمي بيدور لسه مع شوجر، ولا مرة بيتكلم معاها وبيقول لها على جزء من إحساسه والحالة اللي بيعاني منها، ولما بيعرف انها متضايقة منه وبتتخانق معاه كل شوية علشان ما بقاش يسأل عليها ولا بيسألها عاملة ايه ولا حاسة بايه من وقت وفاة مايكل اخوهم. كارمي بيقول لها ان مشكلته انه طول الوقت حاسس انه محبوس ومش عارف يعبر عن شعوره، فلما مش عارف يعبر عن احساسه ويسأل حد تاني يبقى ده عبء عليه وجنون. ومن حسن الحظ انهم اخيرا بيلاقوا الملف اللي بيدوروا عليه، وساعتها كان في خناقة بره في الشارع وريتشي زي المجنون بيدور على المسدس بتاعه علشان يبعدهم عن المكان. بس سيدني في الوقت ده خرجت تتعامل مع الموقف وبتهدي اللي بيتخانقوا وتبعدهم عن بعض وتوزع عليهم ساندويتشات كمان، وبتتفق معاهم انهم يحترموا حدود بعض وما يتخانقوش هنا تاني. وساعتها ريتشي بيشوف الموقف وبيتضايق ان سيدني اتغلبت عليه للمره التانية، ولما بيدخل المطبخ تاني ما كانش بيبطل كلام وبيتخانق مع سيدني. بس تينا بتخرجه من المطبخ وبتنصحه انه يتغير لان التغيير اللي حصل في المطعم من وقت وصول سيدني كان كبير وحلو جدا وبقى فيه نظام. فبيقول لها انه هيستقيل، بس هي بتقول له هتروح فين؟ ما عندكش مكان تاني تروحه، فتقبل الحال وامشي مع الموج. وبالليل بقى كان بلغ الشرطه عن العصابه اللي كانت بتتخانق قبل كده قدام المطعم وبيقبض عليهم. وتاني يوم الكل بيتفاجئ بمقالة في الجريدة بتتكلم عن المطعم بتاعهم وتحديدا عن الطبق الجديد اللي اتضاف للمنيو. وسيدني بتكتشف ان الشخص اللي قدمت له الطبق بتاعها كان ناقد طعام وهي ما تعرفش. ولما بتحاول تعتذر لكارمي انها اتخطته وتصرفت من دماغها بيعدي الموضوع ومش بيقول لها حاجة. وقتها تينا بتوصل معها ابنها لوي بعد ما اتفصل عن المدرسة، وعشان تبعده عن المشاكل بتجيبه معاها المطعم علشان يتعلم، وبتطلب من سيدني انها توجهه. طالما ان هي قدرت تغير طباع تينا اللي اكبر منها وتعلمها اسلوب جديد يبقى اكيد هتنجح في انها تساعد لوي وتعلمه. بس المشكلة كلها بتبدأ لما ريتش بيوصل وبيعرف من المقال اللي في الجريدة والمطبخ كان كله توتر، وسيدني بتتجاهله وبتشوف شغلها. بس لما بتلاقي ان ريتشي واخد الموضوع على صدره وبيتهمها بانها بتخطط لحاجة علشان تسيطر على المطعم بتقوم بينهم خناقة كبيرة. وفجأة الوضع بيخرج عن السيطرة لما بتيجي طلبات كتير عن طريق التابلت، وما بقوش ملاحقين كل الطلبات اللي كانت بتيجي كانت اكبر بكتير من الكمية اللي موجودة في المطبخ وفي التلاجة على بعض. ساعتها كارمي بيتجنن وبقى بيتعصب على كل اللي يقابله. وماركوس كان ساعتها بيعمل الدونتس الجديدة، ولما بيروح يخلي كارمي يدوقها كارمي بيرميها في الارض وبيقول له يشوف شغله الاول علشان يلحقوا يعملوا الطلبات دي كلها. وسيدني بتتخانق مع ريتشي لما بيروح يقطع الخضر معاها، والتوتر بيعلى بينهم وكانت السكينة في ايديها وبتهددوا بيها، وفعلا بتنفذ تهديدها وبتطعنه في رجله. فبيخرج من المطبخ ماركوس وبيتضايق وبينسحب من المطعم، وسيدني كانت انهارت وبتسيب المطعم في الوقت الحرج ده. وبعدها بنشوف كارمي في برنامج طبخ، وأول ما بيقدم نفسه بيحكي عن تجربته وأخوه اللي مات، وفجأة كل حاجة من حواليه بتبدأ تختفي والناس بيضحكوا عليه. ومرة واحدة بيشوف الدب اللي بيحلم بيه بقاله فترة، وأول ما بيهجم عليه الدب تاني بيصحى من نومه مفزوع. وبعدها بيروح اجتماع العلاج النفسي، وهو اللي بيتكلم المرة دي وبيحكي عن كل حاجة أخوه وعلاقته بيه، وإنهم كانوا مترابطين طول حياتهم ومنهم أطفال كانوا بيطبخوا سوا. ولما كارمي بيروح المطعم بيبلغ فريق العمل إن عندهم أجازة باقي اليوم علشان يكون في المطعم حفلة توديع عزوبية.
ولما كان بيدور في دفاتر مايكل بيكتشف انه كان بيدفع مبالغ كبيرة جدا كل شهر لشركة اسمها KPI. فبيسأل تينا عنها، ربما يكون عندها خلفية، بس تينا بتقول له ان لا هي ولا اي حد منهم كان يعرف مايكل بيمشي الامور دي ازاي. ده حتى في يوم ما كانش في المطعم كله مناديل، يعني الازمة من زمان. والحفلة كانت بالليل والمطعم وكارم ريتشي بس اللي كانوا موجودين، وبيتفاجئوا بخناقة بين الشباب وهيكسروا المطعم. ساعتها بيتدخلوا علشان يبعدوهم عن بعض، وريتشي بيضرب واحد منهم يوقعه على الارض قاطع النفس. فبيودوه المستشفى وريتشي بيتحبس لغاية ما بيشوفوا الشاب هيحصل له ايه، لانه لو ما فاقش من الغيبوبة ريتشي هيتحاكم بتهمة القتل الخطأ. وهو في الحبس بيطلب انه يعمل المكالمة المسموحة ليه، بس مش بيكلم محامي وبيكلم زوجته يعتذر لها على كل حاجة. وعلى ما النهار بيطلع كان الشاب فاق من الغيبوبة وريتشي بيتم الافراج عنه بكفالة. ولما بيخرج بيلاقي كارم هو اللي مستنيه وينايم على الكرسي من تعبه وهو مستنيه يخرج. وبعدها وهم مروحين بيعرف ان كارم دفع الكفالة من فلوس الطوارئ بتاعة المطعم. ساعتها ريتشي بيقول له انه ملوش حد غيره بجد. وبعدها الاتنين بيرجعوا المطعم ينظفوا ويظبطوا الدنيا. وكارم لما بيشوف ماركوس بيعتذر له بيقول له انه مبسوط انه رجع تاني، وبيبداوا يحضروا منيو النهارده. وبالصدفه سيدني بيلاقي النوتة بتاعت سيدني والوصفات المميزه اللي فيها. شويه وبتقابله مشكله ان اللحم اللي كان مفروض هيحضره بيلاقي خلص اصلا. فبيقف جنب البوتاجاز تايه، ولما بيقرب يولع سيجاره من نار بتولع في المكان. وهو من صدمته بيقف مش مستوعب ولا عارف يتصرف زي المغيب. بس ريتشي بيلحقه بيطفي النار وبيفوقه. وبعدها بيجي له الجواب اللي سابه له مايكل وكان واقع ورا الدولاب. قبل ما كارم يفتحه ويعرف ايه اللي فيه بيتصل بسيدني ويعتذر لها وبيقول لها على المكون الناقص في طبقها. ولما بيفتح الرساله بيلاقي ورقه مكتوب فيها بحبك يا اخي، استمر باقصى سرعه. دي كانت الجمله اللي كان على طول بيقولها له علشان يشجعه. وفي ظهر الورقه كان كاتب له وصفه العيله السريه للسباجيت. ساعتها كارم بيدخل ينفذ الوصفه وبيفتح علبه صلصه من الصغيره على حسب تعليمات اخوه. فبيتفاجئ ان علبه الصلصه فيها كيس فيه رز $100. ومن صدمته بينادي على ريتشي وباقي الفريق يساعدوه، وبيجيبوا كل كميه الصلصه المعلبه ويفتحوها، وكل علبه كان فيها نفس الفلوس لغايه ما بيجمعوا كميه كبيره جدا. وريتشي واقف يعد ويحسب على الاله الحاسبه. وساعتها سيدني بتدخل وما كانتش مصدقه المنظر. ساعتها ريتشي بينادي عليها وبيقول لها هاتي فتحت علب وتعالي بسرعه ساعدينا. ساعتها كارم بيقول لها على التعديلات الجديده في المطعم، وهي بتشاركه افكاره وبتقول له على وجهه نظرها وهي برضه لسه مش مستوعبه. وبعدها كان كارم علق ورقه على ازاز المطعم انه هيقفل فتره وهيكون فيه افتتاح كبير لمطعم الدب، وبيدخل يتغدى مع اخته وكل فريقه وهو مبسوطين. ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. ما تنساش طبعا تعمل لايك وشير وتفعل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، والسلام.